مين لسه ما تخزقش في دجاج الروك؟ هذا الدجاج المصري الساسو اللي بيذبحوه المصريين وبيعطوا لنا اياه، طبعا بده 4 ساعات الساو. هو بيقول مين لسه ما اتخزوقش من الدجاج المصري ده بقى اللي هو النوع الساسو ده اللي بيذبحوه المصريين. لا، وكلمة يذبحوه المصريين، انا واحد مصري مش عارف ليه واخدها كده بطريقة مش كويسة، هو قصده مش كويس بصراحة يعني. فبيقول ان هي بتقعد 4 ساعات عشان تستوي على النار. ماشي، الراجل دلوقتي بيشتكي شكوى هي مش منطقية خالص، بس ماشي نكمل ونشوف. كثير الناس انغشت فيه وفكرته اسرائيلي. يقول لك بقى كتير من الناس اتغشت في الدجاج ده، فكرته اسرائيلي. بمعنى ان الدجاج الاسرائيلي جامد جدا جدا جدا. طب ليه بقى الدجاج الاسرائيلي جامد؟ واخذته على انه 40 دقيقه ويستوي. اخدته على انه 40 دقيقة ويستوي. يبقى الدجاج الاسرائيلي حلو علشان بيستوي في 40 دقيقة، لكن الدجاج بتاع المصريين 4 ساعات. يبقى الدجاج الاسرائيلي احسن من الدجاج المصري ب10 مرات. حلو، نكمل. ولكن فعليا هذا بيقعد من 3 ل4 ساعات او ساعتين على نار حاميه لما يستوي. بدأ ال4 ساعات يبقوا 3 أو ساعتين على نار حامية. طب ما يمكن انت اللي بتعمل الدجاج على نار شمعة، يمكن مولع شمعة وحاطط بقى الدجاج عليها وعاوزه يستوي، وكده يقعد معاك 4 5 ساعات. قولوا لنا مين عاش التجربه وتخازق فيه وانفقس يوم الجمعه وما تغداش بسبب انه طول في الستاو. كل الحب لكم، تحياتنا، سكر. أحلى حاجة قلتها في الفيديو، سكر. سكر، اقفل الفيديو. الراجل كمان بيسأل الناس، بيقول لهم مين اللي اتخزوق وما اتغداش يوم الجمعة عشان الفراخ طولت في السوا. طب هنفترض ان الفراخ طولت في السوا، هل الناس مش هتتغدى؟ لا، هتستنى لما تستوي بعد ال4 ساعات وهتتغدى. المهم خلاصة الكلام كله ايه؟ ان الاستاذ بيعمل تسويق للفراخ الاسرائيلي ويجمد من الفراخ المصري. وهل بالشكل ده كده بقى المفروض احنا كمصريين نبعت فراخ، سواء بقى تصدير وبمقابل فلوس او اطعام، ولا بلاش عشان محدش يزعل مننا ويحاسبن علينا ويتضايق مننا؟ ما احنا فراخنا مش كويسة. على العموم اكيد هنفضل زي ما احنا واقفين مع المظلوم، واقفين مع الناس كلها، ومش هنبخل على حد، لان اكيد ده فعل فردي. بسم الله الرحمن الرحيم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد